ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده احسن شويه عشان الناس اللي بتسال. النهارده احسن كده شويه. هو وجعني ضرس العقل يا جدعان. الناس اللي بتسال ده ضرس العقل اللي بيطلع لي، فهو تعبني كده شويه، بالذات اللي هو اللي فوق ده. فالنهارده احسن، يعني عارفه اتكلم يعني. حاسه ان انا برضه بقي ملوح بس زي الفل. نبدا بقى ايه على شعرنا ونشوف هنظبطه ازاي عشان يفضل مترطب، علشان ريحته ما تكمكمش، وعشان ما يعرقش بسرعه ولا يعمل ريحه وحشه. واقول لكم على وظيفه كل منتج منهم بيعمل ايه، وايه وظيفته، وايه مميزاته، وايه عيوبه. الاسعار من رينج 30 جنيه لحد ال 60 او ال 65 جنيه. فخلينا نبدا الفيديو من غير رغي كتير. انزلي اعملي لايك، ولو انت جديده اشتركي في القناه وشيري الفيديو لاصحابك عشان كمان يشتركوا، وما تعدوش فسفوسه واحده كده عشان بجد الفيديو مهم جدا. وتابعونا على انستجرام وعلى التيك توك. وخلينا نبدا الفيديو. اول حاجه طبعا ان احنا بنعمل حمامات زيت، بس انا حاليا ما عنديش زيت رخيص. دي اول حاجه، انا ما عنديش زيوت رخيصه، فالزيوت اللي عندي غاليه. فانتوا لو عايزين تعملوا حمام زيت، عندكم الزيت بتاع امامي 7 اويل ان 1 الحجم الصغير منه تحت ال 100 جنيه. تقدروا تجيبوه، بسيب لكم الصوره بتاعته هنا عشان لو ما حدش عارف. دي اول خطوه بنعملها. طب الزيت فايدته ايه؟ بنرطب فروه الراس. طبعا لو الزيت خفيف بنجيبه على فروه الراس، الزيت تقيل ما بنجيبوش على فروه الراس. الزيت بيهدي الهيشان وبيرطب الشعر، بيرطب فروه الراس وبيطول الشعر وبيهديه من الهيشان. بعد ما تعملي حمام زيت بنبقى عايزين شامبو فيه سلفيت عشان ينظف فروه الراس من الزيوت والاتربه اللي شعرك عدى بيها بقيه الاسبوع. فاحنا هنستخدم هنا الشامبو بتاع لوريال او اي شامبو فيه سلفيت. انا مش هحكم عليكم شامبو معين، بس ده الشامبو اللي معايا حاليا. حاسه ان انا ضرسي بدأ يوجعني تاني عشان شربت عصير ليمون ساقع، وده احلى مشروب بالنسبه لي في الصيف، بس انا ضرسي واجعني جدا. المهم ان الشامبو ده بالنسبه لي حلو جدا، سعره ب50 جنيه الحجم 200 مللي. بجد من احسن انواع الشامبو اللي انا جربتها. بينضف فروه الراس حلو جدا، فيه سلفيت وصوديوم وبارابين علشان ينضف فروه الراس من الزيوت والاتربه وكل الحاجات اللي بتبقى على فروه الراس. يبقى وظيفه الشامبو اللي هو على فروه الراس بس، مش بنجيبه على بقيه شعرنا كله. اوعي تجيبي او اللي هو تغسلي شعرك كله كده بالشامبو. لا، الشامبو على فروه الراس وبس، مش بننزله على بقيه شعرنا. ودي وظيفه الشامبو اللي هو بيغسل فروه الراس وبس. على كده هو المسؤول عن تنظيف فروه الراس. بعد كده بيجي دور البلسم. البلسم وظيفته ايه؟ ان هو بيرطب الشعر. البلسم اللي هنستخدمه هو بتاع بلس، الحجم ده 500 مللي ب 100 جنيه او ب 95 جنيه، والحجم ال 300 مللي هتلاقوه في حدود ال 65 ل 70 جنيه. البلسم وظيفته ايه؟ بنحطه من اول الودن لحد اخر الشعر علشان يسلك الشعر، وعشان يفك التشابك، وعشان يرطب الشعر ويهدي الهيشان. وطبعا بنحط كميه كويسه علشان شعرنا يبقى كله غرقان كده في البلسم. فدي وظيفه البلسم، ان هو مش بيعمل اي حاجه تاني غير ان هو بيرطب وبيفك التشابك. وده البلسم بتاع بلس بالارجان، طبعا انتوا شفتوه قبل كده. بجد من احلى الانواع البلسم اللي انا جربتها بالنسبه لي. حلو جدا، بيرطب الشعر وبيسلكه وبيخلي الشعر فلافي كده ومش ملزق خالص. قوامه حلو، عارفين لو هو قوامه ميه ولا قوامه تقيل قوي، فهو ميكس كده حلو. وفي ناس ما بتستخدمش البلسم وبتعتمد اكتر على حمام الكريم، بس انا بالنسبه لي فكيوم عيد، يوم العيد عامه انا ببقى محتاجه شعري يكون مترطب ترطيب قوي، فبعمل بقى شامبو وبلسم وحمام كريم. يجي هنا بقى دور الحمام الكريم. طب الحمام الكريم بيعمل ايه بقى يا سندي واحنا مش استخدمنا بلسم؟ ايوه احنا استخدمنا بلسم، بس زي ما قلت لكم احنا بنبقى محتاجين شعرنا يترطب عشان يقعد معانا وقت اطول. كل ما بترطبي شعرك ترطيب اعلى، كل ما الشعر تفضل ثابته وفي مكانها وعمرها ما تهيش غير بعد وقت طويل. وهنا هنستخدم الحمام الكريم بتاع الو ايفا. ده من احسن واعظم بجد حمام كريم انا جربته، بجد تحفه. بصوا يا جدعان، انا يا خلاص هو كده عديت النص، فاضل حبه وهيخلص وهنزل اجيب تاني. 37 جنيه بس، نينجا بجد. هو تحفه اصلا في الترطيب، قوامه بقى تقيل. انا ببدا بقى اقسم شعري سيكشن سيكشن. هقول لكم مثلا يعني ايه بقسم كده. يعني مثلا هاخد ايه الحته دي كده، احط عليها بلسم واغرقها، قصدي حمام كريم واغرقها، وهكذا. بقسم شعري كذا حته عشان اتاكد ان الشعر كله دخل في الحمام الكريم، واضمن ان شعري بقى مترطب كله ومش هيحصل اي هيشان. فبالنسبه لي ان الحمام الكريم ده احلى حاجه ممكن تجربوها، ودي اهم خطوه لازم تعملوها. ويا ريت ليله العيد عامه ما تركزوش اكتر على البلسم، ركزوا اكتر على الحمام كريم، لان هو بجد الترطيب بتاعه بيبقى اعلى وبيفضل ثابت في الشعر. طيب بعد ما بنطلع بنعمل ايه بقى؟ اول حاجه شعرك، لو انت هنتكلم الاول على شعر الستريت والويفي. لو انت شعرك كده ستريت او ويفي،
اول حاجه هتطلعي تجيبي الفوطه ميكرو فايبر وتنشفي شعرك، او تيشيرت قطن. لو ما عندكيش فوطه ميكرو فايبر يبقى تيشيرت قطن، تنشفي بس شعرك يبقى مندي، تبداي تحطي عليه سيرم او ليف ان ايا كان ايه اللي انت هتحطيه. هتبداي بقى تنشفي شعرك بالسشوار او هتعمليه مكوه، على حسب بقى ما انت اللي هتعمليه. هرشح لك السيرم بتاع ادفانس تكنيك من ايفون زي ما انتم شايفين يا جدعان. بصوا فاضل فسفوسه تحت اهي، او الليف ان بتاع بليس بالارجان. دول بالنسبه لي حلوين جدا لما بحب اعمل شعري ستايلينج بستخدم ده، ولما باجي افك الكيرلي بستخدم الزيت ده. بجد تحفه على فكره، حجم الزيت كويس 30 مللي، يعني تقدري تاخديه وانت مسافره او موجود في شنطتك، بجد مش بياخد حيز. طب بالنسبه للناس اللي شعرها كيرلي، شعر الكيرلي عمره ما بيتنشف. حاولي تسلكي شعرك الكيرلي وانتي حاطه عليه البلسم او الحمام الكريم عشان الدنيا تبقى اسهل، لان انتي اول ما بتطلعي مش هنسلكه علشان الشعر وهو مبلول بيبقى اضعف في حالاته، فاحنا هنستخدم ساعتها بقى الستايلينج على طول، نغرق ميه اكتر ونبدا نستخدم اي ليف ان عندنا احنا بنحبه. انا بالنسبه لي الليف ان ده حلو جدا في تثبيت الشعر، بيدي لمعه وبيديله ديفينيشن حلو جدا، فانا ده بالنسبه لي ب 45 جنيه بس بجد تحفه. ولما بحب بقى افك شعري وبديله كده لمعه وترطيب بستخدم ساعتها السيرم بتاع ادفانس تكنيك اللي هو من ايفون. عايزه اقول لكم ان انا هشتري منه تاني، هخلي ماما يعني تجيب لي واحد تاني لانه بجد خطير وريحته اصلا بتفضل ثابته. طيب بعد كده بقى لو انت شعرك كيرلي وعايزه تثبتيه فهنستخدم ساعتها الجل. عايزه اقول لكم بصوا الجل بتاع بايو سوفت، بصوا مخلص، بصوا فاضل فيه فسفوسه برده من تحت، اصلا قرب يخلص، ومعايا علبه تانيه. ده من احسن واحلى انواع الجل اللي انتم ممكن تجربوها، لان هو بيثبت الكيرلي حلو جدا وقوامه خفيف، حتى لو كترتي من الجل مش هيلزق شعرك اصلا، لان هو قوامه عامل كده زي مش الميه بس، هو قوامه متوسط ولذيذ، مش زي قوام الجل اللي هو زي بتاع كانتو مثلا تقيل. ده بالنسبه لي تحفه وبرشحه لاي حد عايز يجرب جل ورخيص وسعره ب 70 جنيه بس. هي دي كده الحاجات اللي انا بعملها مثلا لو عندي مناسبه او عندي عيد او عندي اي حاجه كده ببقى عايزه شعري يبقى مترطب. اصلا شايفين اصلا شعري يا جدعان، بصوا استنوا بس كده اوريكم. بصوا بعمله بقى كده، الناس اللي بتضحك عليا وانا بعمل كده انا عشان اديله فوليوم. بصوا بصوا شعري تحفه بامانه، عايزه اوريكم. بصوا خطير يا جدعان، هو هايش شويه بس لو تلاحظوا ان الكيرلي زي ما هي، مفيش حاجه فكت، هو هايش بس الكيرلي متحدده وزي الفل. طبعا ما ينفعش اللي انا بعمله ده انا افك كده الكيرلي من غير زيت، بس يعني مش مهم، ببقى عايزه اقعد افك كده. المهم بجد شعري المره دي حلو قوي بجد بسبب الليف ان بتاع بلانك اللي انا استخدمته يا جدعان، بجد يستاهل. بصوا شعري فلافي مترطب، الكيرلي زي ما هي، مفيش حاجه مفكوكه غير بس الهيشان، والهيشان ده عادي وارد جدا ان هو يحصل. وبفكر يا جدعان ان انا اصلا ما اقصش شعري، مش عارفه، انا عاجبني الفكره ان هو انا عاجبني الطول بتاعه، لان انا اصلا لو قصيت شعري ممكن يوصل لحد هنا، وانا ما بحبش الطول اللي هو عند الرقبه ده كده، بحبه اللي هو بيبقى عند الكتف بيبقى شكله لطيف. فبفكر ان انا ما اقصش، فانتوا اكتبوا لي رايكم تحت في كده في الكومنتات. مع ان انا عارفه ان اصلا بصوا شايفين شايفين دول كده محتاجين لازم يتقصوا، غير كده انا عايزه اعمل فيه الشكل من ورا عشان الفوليوم، فبصوا مش عارفه، فانا شكلي كده مش هقص واخليه شويه لحد ما يطول شويه تاني، يعني يجي مثلا لحد نص ظهري كده وابدا اقصقص منه عشان يبقى شكله حلو. بس كده وصلنا نهايه الفيديو، يا رب يكون عجبكم واتبسطتوا، ولو عندكم اي سؤال اكتبوا لي تحت في الكومنتات، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. باي باي.